رمضان أهلا. عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي كل الناس خايفه منه، ان الاي اي ده ممكن ياخد مكاني مثلا في الشغل، او ياخد مكاني مثلا في ايا كان المجال اللي انت شغال فيه. فالنهارده هنتكلم عن الاي اي. هل الاي اي ممكن ياخد فعلا مكانك، ولا الكلام ده خوف بس مننا؟ وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب للقناه، وفعل زرار الجرس عشان كل جديد اللي احنا بنعمله، واعمل شير للفيديو، والشيرك بيجيب غيرك. وحضر مشروبك، اكلك، شربك، عايز تخش حمام اتفضل، وحاول تتفرج على الفيديو لحد اخره، عشان احنا عندنا مشاكل كبيره في حوار ساعات المشاهده. ويلا نبدا في الفيديو. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نفصصه واحده واحده، نفهم هو اساسا السؤال ده جاي من خوف مثلا ولا جاي من ايه بالظبط. تعالوا نفهم واحده واحده ايه مخاوف انسان. في الافلام حتى في هوليوود بتلاقي افلام بتتكلم عن الروبوتات. اشهر حاجه اتكلمت عن الموضوع ده كان ماتريكس، واتكلمت ان احنا لازم نكون موجودين، ولازم احنا اللي نتصدى لهذا الحاجات. ولكن يعني خلونا نتكلم بوضوح شويه، ان الانسان دايما عنده خوف دفين من التطور التكنولوجي. يعني حتى لما اتعمل السي جي اي في الاول، بدا يظهر في الافلام، بدا يظهر، الناس بدات تخاف، يقول لك ايه ده السي جي اي؟ يعني انا ممكن مثلا الاقي انفجار قدامي والانفجار ده ما حصلش، الاقي عليه حد بيقتل حد وقدام الكلام ده ما حصلش. العلم هيتطور لحد امتى الجو ده؟ سبحانه يا ولاد رمضان أهلا. فالناس كانت خايفه من الموضوع ده. ممكن حد يعمل حاجه بالاي اي مثلا، ان انت بتقتل حد ويوديها للمحكمه ويقول لك انت فلان قتل علان، ممكن تتحبس. ده المخاوف اللي بتكون جوه الشخص، ده المخاوف اللي دايما الانسان بيخاف منها، عشان من زمان والانسان دايما بيخاف من المجهول. وده اللي يخلينا ندخل في النقطه الثانيه، ان الاي اي غبي. في حد يقول لي يا عم الاي اي غبي ازاي يا عم؟ ده استنى بس على 5 سنين والاي اي ده ممكن يكون انت شخصيا. هقول لك ماشي، انا معاك يا عم، هيكون انا يا عم، هيكون ممكن يكون نفس تفكيري، نفس رغباتي، بس مش هيكون انت. الاي اي مش هيكون عنده العشوائيه اللي موجوده في دماغك. الذكاء الاصطناعي عموما شغال بنظام قديم شويه، معتمد على السيرفرات. يعني مثلا انت حبيت مثلا تعمل اغنيه مثلا، دلوقتي في تطبيقات بتعمل اغاني. هل الاغاني دي هتكون اغاني مثلا اول مره تسمعها هتلاقي الاغنيه دي سمعتها في حته؟ عايز اغنيه مثلا اغنيه على باب السيما بتاعت امير عيد، عايزها مثلا باسلوب مرمب، هيعملها لك عادي، خلي بالك، بس هيكون باسلوب انت سمعته قبل كده. العشوائيه والابداع والحاجات اللي زي كده هتفضل عندك انت كانسان. الذكاء الاصطناعي ده ماشي بنظام 1+1=2. وفي فن مثلا زي العبثيه والداديه والحاجات اللي زي كده، اللي انا بالمناسبه يعني اتكلمت عنهم في فيديو. صعب جدا ان الاي اي يعمل حاجه زي كده، عشان زي ما قلت لك الاي اي بيعتمد على المكتبه القديمه، كصوره، كفيديو، كاغنيه، كقصه حتى. وهنا نيجي لاجابه السؤال نفسه، هل الاي اي هياخد مكانك؟ الاجابه احتمال كبير ولكن في حاله واحده بس، لو انت مش مبدع. انت مثلا في مجال الفن، تعال نمسك في مجال الفن الاول. لو انت ما عندكش الابداع انت هتدفن، عشان معلش يعني في الكلمه، الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل اللي انت بتعمله. طالما انت شغال بتيمه واحده فانت لازم تعمل اشياء جديده، تمام، عشان تتفوق على الاي اي. هل الكلام ده في الفن بس؟ لا، في كل حاجه. الواحد لازم يعمل ما بوسعه عشان يتفوق على الاي اي في النقطه دي. زي ما قلت لك هم متفوقين علينا عادي، لان انا مش هقدر اقارنك مثلا بآلة حاسبه. فرسالتي طبعا للجمهور ورسالتي ليا انا شخصيا، ان لازم الواحد يكون مبدع عشان يتفوق على اي حاجه، حتى لو ذكاء اصطناعي اذكى منك بمليون مره. خلص الفيديو، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب للقناه، وفعل زرار الجرس كل جديد من احنا بنعمله، واعمل شير للفيديو، شيرك بيجيب غيرك. واتمنى ان احنا نوصل ل 2000 قبل ما السنه ما تخلص. قول لنا في التعليقات ايه رايك في الفيديو، وبس كده. شكرا على مشاهده الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام. الذكر فيك يطيب والقرآن